بين نقل العاصمة الحرام النهارده من قلب الشارع، بنفتح سؤال نغش على الناس عشان نعرف رأيهم ايه استخدام كبر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. معاكم ويلا بينا نسمع آراء الناس. يبقى في صوت عالي قوي وخمس ست مكبرات جنب بعض من هنا وخمس ستة من هنا، يبقى قاعدين في المسجد هنعبد ربنا ولا نقدر نصلي على الرسول؟ ما حاجه واحده من الاثنين، احنا بقى جوه المسجد تخش تصلي، ما تقدرش تقول عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. ده ايه؟ ده يقوم في حته ده في حته ده في حته ده في حته ده بصوت عالي جدا جدا، لا عارفين نشوف شغلنا ولا عارفين، يعني هنفضل كده ما ينفعش. لازم كل شيء وصل. سيدنا محمد يقول عليه الصلاه والسلام واحنا فرحانين قوي بالفكره دي، كنا عايزينها من زمان بصراحه، يعني احنا كنا عايزين الفكره دي من زمان، يعني نفرح اما ساعه ما عدي والقى مكبر وتصلي على سيدنا محمد، هي نفسيتي بترتاح وقلبي بيرتاح بصراحه. وروح راضي ورميله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رأيي في الميكروفون؟ الميكروفون هو افضل حاجه طبعا، دي حاجات انت بتحطيها والاستاذ بيحطها وده بيحطها علشان تذكرنا بالصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. كان في حديث، كان في واحد بيسال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من الصحابه، بس انا مش متذكر اسمه يعني، فكان بيقول له يا رسول الله ان انا بقضي من وقتي 3 ساعات في اليوم بستغفر ربنا سبحانه وتعالى، وباخد ساعه منهم ربع الوقت او تلت الوقت ان انا اصلي عليك. فقال له ايه لو زدت كان افضل، فقال له طب نص لربنا سبحانه وتعالى ونص للصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. قال له لو زدت كان افضل، قال له خلاص الربع ذكر ربنا سبحانه وتعالى والثلاث ارباع الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فقال له لو زدت كان افضل، قال له خلاص الوقت كله ليك، يعني الوقت كله هفضل اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي رسول الله. قال له ايه بقى؟ قال له كفي همك وقضي دينك. يعني حاجه الناس من الفتره اللي احنا فيها دي تلاقيها متكبده بالدين قوي وتلاقينا مضغوطين زياده عن اللزوم. طب ما ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من ذكر النبي بس قضي دينك وكفي همك، خلاص لا بقى عندك هم ولا بقى عندك دين ان انت تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بنيه الفرج. فدي افضل حاجه، احنا محتاجين سماعات، مش سماعات في كل بيت ولا زي، احنا محتاجين سماعات على ودن كل واحد تفضل تذكره بالصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. كلنا دلوقتي مديونين وكلنا مضغوطين وكلنا زهقانين، فيعتبر الحاجه اللي هتطلعنا من حاجه زي كده هو الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. حاجة كويسة جدا يعني، وبتذكر الناس دايما الإسلام دايما موجود وحاجة كويسة. يعني الجيل اللي طالع كله أصلا دلوقتي بقى داخل على التليفونات والنت والحاجات دي، داخل في سكة تانية خالص. دي حاجة كويسة اللي طول ما احنا ماشيين بيذكر الناس. بيذكر الناس دايما بالإسلام وحاجة كويسة. يعني انت مع الفكرة حلوة. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيذكر النبي، يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي، فدي حاجة كويسة. وفي ناس بتستخدمها لحاجة تانية، اللي مثلا في ناس بتبقى عاملة مشكلة مع ناس يقوموا جايبين ميكروفون حطها قدامه، بس هي مش مشكلة، هي فكرة جميلة وتخلي الناس كلها تصلي على النبي. مفيش عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، احنا مالناش الا هو ربنا، وهو كل حاجة لنا في الدنيا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احلى كلام احلى كلام احلى كلام اللي الناس حطت الايه ديت كلها علشان الناس ما تتكلمش عن حد، ولازم يبقى يفتكروا ذكر الله على مسؤوليه الاطفال. ولو واحد ماشي متنفس ومروح بيته بيذكر الله، بيسمع كلمتين زي دول بيذكر ربنا او بيحنى عنه الشر بس، لكنها ما بتضرش حد ولا بتأذي حد في حاجه. كلمة الصلاة على النبي بتهدي الناس وبتريح أعصاب الناس وهي ماشية. ولو فاضل ايه رأيك في المكبر؟ ان هو مثلا بيشتغل كل 5 دقايق وينفع، بس هو مثلا الصوت بتاعه مش مزعج ولا حاجة، بيفكرنا بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. حضرتك رأيك ايه في المكبرات اللي بتذكر الناس بالصلاة على النبي؟ تكتر وتخلي الناس بتتهدى. زي ما سمعنا وشفنا آراء الناس في الشارع، وجهات نظر مختلفة، تعبير مختلف. هو ده كانت فكرتنا ان احنا نحكي الناس آرائنا بكل صراحة. كنت معكم أماني سمير من موقع العاصمة.